القاعدة الأولى في نجاح علاقتكم بالولاد هو إن انتوا تسمعوهم هنا عشان تفهموهم وبس، مش عشان أي حاجة تانية. يعني بلاش واحنا بنسمع ان احنا نفضل ننتقد ونطلع عيوب ونطلع مشاكل ونقول بس انت كان المفروض تعمل كذا، بس انت غلطت في كذا، ما هو انت ما بتسمعش الكلام، ما هو انت مش بتسمعي اللي بقولك عليه، ما هو كذا. بلاش نسمع عشان ننتقد، دي اول حاجة. الحاجة التانية اللي بتخلي الابناء مش عايزين يتكلموا مع اهلهم، فكرة انه تبقى انت بتسمع وعمال تحكي لهم ظروفك وانت قدهم، تقول لهم انتوا متدلعين، هو انتوا شفتوا حاجة، ده احنا ايامنا كان كذا وكان كذا. يمكن ظروفك فعلا كانت قاسية كتير، خصوصا الناحية المادية مثلا، يمكن ظروفك فعلا كانت قاسية كتير، يمكن انت مريت بتحديات اكبر منهم، لكن هم بيمروا بالتحديات اللي على قدهم، فمحتاجين ان هم يتسمعوا. حاجة كمان، لما تيجي تسمعهم ما تفضلش تحكي لهم بطولاتك، يعني انا وانا قدكوا عملت، انا وانا قدكوا. هم بيحسوا بالاحباط. اسمع بس عشان تفهم، اسمع بس عشان تعرف العيل ده، اسمع بس عشان تعرف الابن ده او الابنة دي حاسة بايه. يعني ممكن تكون مثلا انت اب قايم بدورك تماما وانت ام قايمة بدورك تماما، لكن البنت او الابن ده يكون حاسس ان هو وحيد، حاسس ان هو ملوش حد، حاسس ان هو محدش بيسأل فيه، فيقعد يقولك مثلا انا يا بابا بحس ان انا وحيد، او تقولك انا يا ماما بحس ان انا ماليش لازمة. في حال ان احنا هنا بنسمع عشان ننتقد نفضل نقول مالكيش لازمة، مالكيش لازمة يعني ايه؟ احنا مقطعين نفسنا عشانكم، احنا عاملين كذا وكذا وكذا، احنا انتوا مش شايفين ابوكوا تعبان ازاي، ومش شايفين ان مش عارف ايه. ويبقى الكلام مش في صيغة توضيح، يبقى الكلام في صيغة نقد، تمام؟ او نفضل نقول انتوا والله متدلعين، انتوا عارفين واحنا قدكوا كانوا بيعملوا فينا كذا وكذا، او من قعدتكم على التليفونات طول النهار، ما هو انتوا لو بتشتغلوا زي ما احنا كنا بنشتغل او بتعملوا زي ما كنا. اسمعوهم يا جماعة عشان تفهموا. ممكن يكون فعلا هم حاسين بوحدة او حاسين بضعف او حاسين بتعب او بيمروا بتحدي كبير محدش يعرف عنه حاجة. في ناس بتعمل معايا جلسات وبيحكوا مواقف بتبقى صعبة جدا وقاسية جدا ومروا بيها والاهل ما يعرفوش عنها اي حاجة. طب ايه اللي بيخلي الاهل ما يعرفوش؟ اسمعوهم اسمعوا عشان تفهموا، عشان تقربوا من ولادكم، لاني عارفه قد ايه ان انتوا حريصين على ولادكم وحريصين ان انتوا تقربوا منهم. ومفيش اب ولا ام طبيعيين يعني بيحبوا انهم يبقوا بعاد عن الولاد، لكن هي النقط دي بس اللي بنبه عليها من واقع الجلسات. ولو انت حاسس ان مفيش حد بيسمعك ومفيش حد بيفهمك، انت مش مضطر تفضل على طول حاسس انك وحيد وحاسس انك متألم، لا، دور على مساحه امان، شخص تكون بترتاح معاه من قرايبك من صحابك، او لو مش كده تقدر تحجز معانا في جلسة وتقدر تتكلم، ثق ان انت هتبقى في مساحة امان بلا احكام، هنسمعك بكل حب وهنرشدك بكل حب بدون اي نقد وبدون اي اوامر. لو عندك اي مشكلة في التعبير عن نفسك او مشكلة مع اسرتك، تواصل معانا واحجز جلستك دلوقتي. ولو انت عندك ذكريات قاسية كتير، اشترك معانا دلوقتي في برنامج ذكرياتي احلى، وتطور وتحسن وخلي جودة حياتك وجودة مشاعرك احسن بكتير. ابعت لنا كلمة ذكرى في رسالة، هنبعت لك كل التفاصيل.